السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعين ديالي الأعزاء، مرحبا بكم معايا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم ليليا مع فنان جديد وقصة نجاح جديدة. فبلا ما نطول عليكم، اليوم غادي نستضيفوا معنا الفنان المهم ladies and gentlemen، نرحبوا معايا اليوم بالفنان ديالنا زهير بهاوي. نعيان كلاشي غتبقى انت يا كراشي ما يدك مني الغاشي يا منك ما نبراشي خليتيني فلاشي يا انا والله ملاشي حديت الناس عليك كتير وانا ما نقد على هضره يا الشيرة وعليك نغير لا تلوميني هاد المرة واخا نعيان كلاشي غتبقى انت يا كراشي ما يدك مني الغاشي انتي مافي كرهتيني في لافي روحي صافي اللي شفتو منك كافي وانتي مافي كرهتيني في لافي روحي صافي اللي شفتو منك كافي. فزهير بهاوي هو واحد الولد اللي خرج من اللي بان في مدينة تطوان، وبالشغف ديالو والموهبة ديالو وصل العالمية. فهو من مواليد 22 نوفمبر 1995 بمدينة تطوان، ومن صغر ديالو بانت فيه الموهبة ديال الموسيقى والحب ديال هذا الدومين. فما كانش غير متفرج وصافي، كان كيغني وكان كيعزف وكان كيتعاطى الموسيقى ديال الراي والبوب، هي صراحة اللي كانت كتشكل ليه واحد الشغف كبير. فزهير كيقول من صغري وانا كنحلم نغني ونكتب ونوصل صوتي للناس، كنت كنحلم بمسار فني كبير واخا ما كنتش عارف كيفاش غادي نوصل ليه، ولكن غادي نوصل ليه. فبدا زهير المسيرة ديالو وهو كان باقي تلميذ. في الاول كان كيرابي في الليسي فين كان كيقرا، وكون واحد الفرقه ديال الراب سميتها جيل جديد. هاد الفرقه ولات عندها شعبيه كبيره ما بين الشباب ديك الساعات، وهاد الشيء وراه طريق جديده وطريق باش يتفتح على انواع موسيقيه اخرى ويجذب ليه واحد الجمهور اللي هو كبير واللي غادي يزيد يكبر مع المده. فبالنسبة للانطلاقة النجومية ديال زهير بهاوي والمسار ديالو الفني، فنقطة التحول الكبيرة في المسيرة ديال زهير كانت في سنة 2016، حيتاش في هاد السنة هادي ربح مسابقة حاتم عمور، وهذا الفوز فتح ليه بيبان باش يطلق أول أغنية رسمية ديالو تحت عنوان ما عرفتينيش. فكانت هاد الأغنية هي الشرارة اللي شعلت المسيرة ديالته الفنية إلى حدود الساعة. فزهير كيقول انه من بعد المسابقه ديال حاتم عمور حس بالمسؤوليه، والاغنيه تاعته الاولى شكلت ليه واحد التحدي كبير، ولكن الحمد لله لقات واحد الصدى زوين عند الجمهور. ولكن الشهرة الكبيرة اللي خلات زهير بهاوي يولي اسم على كل لسان ديال الكبير والصغير بدات في 2017 مع أغنية أستا لويغو، الكولابوراسيون اللي دار مع الفنانين الكبار تيو تيو و سي اتش كي. فهاد الأغنية حطمت الأرقام القياسية في المغرب وفي العالم العربي، والفيديو كليب ديالها وصل لملايين المشاهدات على منصة اليوتيوب. من تماك زهير محبش، ففي سنة 2019 طلق أول ألبوم غنائي ديالو بعنوان فابور، اللي كان فيه بزاف ديال الأغاني الناجحة بحال الأغنية ديال ديكابوتابل اللي وصلت المشاهدات ديالها الأرقام خيالية وتجاوزات 700 مليون مشاهدة على اليوتيوب. زهير معروف بلي كولابوراسيون اللي كيدير مع فنانين كبار، فمن غير استا لويغو دار كولابوراسيون مع سعد المجرد ديال الاغنيه ديال الوجه الثاني، اللي حتى هي كانت ضربت ناجحه بالنسبه لزهير في المسار ديالو الفني. والاغنيه ديال فولو مع هند الزيادي، ودايما كيجيب لينا الجديد وكينوع صراحه في الانماط الموسيقيه ديالو ما بين الراي والبوب. فالإنجازات والمسار ديالو إلى حدود سنة 2025، فحتى العام 2025
زهير بهاوي يقدر يحافظ على المكانة ديالو كواحد من أبرز الفنانين في الساحة الفنية، فالأغاني ديالو كانت ديما في الصدارة والجمهور ديالو كيكبر نهار على نهار. من بين الإنجازات ديالو فكالأغاني اللي حطمات الرقم القياسي، دوينا على الأغنية ديال ديكابوتابل، ودوينا على الأغنية ديال أستالويغو، والأغنية ديال وجه تاني مع الفنان القدير سعد المجرد، والأغنية ديال بغات وحسيت ومقدار وروحي وزندايا مع عمر مونتيز في سنة 2025. فزهير حقق الملايين من المشاهدات على القناة ديالو في اليوتيوب، فهي من بين الأكثر قنوات لمشاهدة في المغرب، والأغاني ديالو كتحصد مئات الملايين من المشاهدات يوميا. المشاركات الدولية ديالو شارك في عدة مهرجانات دولية ومثل المغرب خير تمثيل. وبالنسبه للكولابوراسيون ديالو اللي حققوا واحد لو سوكسي كبير، فهو استمر في اطلاق لي ديو اللي هما ناجحين مع فنانين مغاربه وعرب. وبالنسبه التواجد ديالو الرقمي على منصات ستريمينغ والاستماع الموسيقي، فعنده ملايين المتتابعين على منصات التواصل الاجتماعي ومنصات الاستماع بحال سبوتيفاي وديزر، وهو من الفنانين الاكثر استماعا في المنطقه ديال المغرب العربي وشمال افريقيا. فكمشاريع جديدة في سنة 2025، ففي سنة 2025 زهير مازال كيقدم الجديد، فشفنا ليه أغاني بحال زندايا اللي صدرت في أبريل 2025، وهي هكذا، ومكاريب ومقدار اللي صدرت في الأواخر ديال 2024. وكاينين حتى مشاريع في التمثيل بحال مملكة الحرير اللي غادي يكون واحد المسلسل اللي غادي يخرج في سنة 2025. فزهير كيقول انا كنحمد الله وكنشكره على حب الجمهور والدعم ديالهم ليا، فكل اغنيه كننزلها هي واحد الجزء مني، وكنتمنى ديما نكون عند حسن الظن ديال الجمهور ديالي ونقدم لهم الافضل والافضل. فزهير بهاوي ماشي غير مغني وصافي، ولكن هو كاتب كلمات وميوزيك كومبوزر، فما كيعرفش الحدود الابداع، والابداع ديالو وتبارك الله عليه ما شاء الله، فهو مكمل المسيره ديالو بنجاح. واليوم اللي حنا فيه اللي هو نهار 29 في شهر 7، زهير خرج أغنية جديدة ليه ككولابوراسيون مع الفنان ناصف زيتون بعنوان يا مسافر، اللي كتشكل عنوان جديد اللي كيدخل وكيشكل إضافة قوية لا سيغي ديال لي كولابوراسيون ديال زهير مع كافة الفنانة من أنحاء العالم، واللي كتعكس واحد التجربه ديال ستايلات جديده ومتنوعه ديال الغناء والموسيقى. فزهير كنتمنى ليك مسيره فنيه موفقه ان شاء الله، والمزيد من النجاحات كتر وكتر، علاش لا كتستاهل صراحه. فانت واحد الفنان اللي بديتي من تطوان ووصلتي للعالميه وقدرتي انك تراسي سميتك عند واحد الفئه جمهوريه كبيره، فكنتمنى ليك عاوتاني مسيره فنيه عامره بالعطاء وبالنجاحات، وانت كفنان مازال عندك الكثير اللي غادي تقدمه للساحه الفنيه، فالله يوفقك وان شاء الله واحد المستقبل اللي واعد وزاهر. فتبارك الله عليك. ووصلنا متتبعين ديالي الاعزاء للنهايه ديال الحلقه ديالنا اللي دوينا فيها اليوم على الفنان زهير بهاوي، البدايات ديالو، النجاحات ديالو، الاغاني ديالو اللي حطم بهم ارقام قياسيه، واللي عاونوه باش يزيد يتعرف كتر كتر في فئه الفنانين الشباب وكيمثل المغرب، وواحد السفير شاب ديال الاغنيه اللي من المغرب وصل للعالم العربي، وان شاء الله نشوفوا سميتو الفوق الفوق. ف قولوا لي شنو رايكم، شكون تبغوني نهضر عليه الحلقه الجايه؟ ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم، كيعجبني نقرا لكم. ان شاء الله نكبروا الكوميونيتي ديالنا ونكونوا عائله كبيره اللي كتعشق الفن وكتعشق انها تسمع قصص ديال فنانين ممثلين رياضيين اللي بداو من الزيرو ووصلوا واهلي فين وفين، قصص نجاح اللي تعطينا واحد الالهام وتزيدنا واحد الدفيعه هكا في الحياه باش الموتيفاسيون ديالنا ما تطيحش الارض. فما سخيتش بكم صراحه، ولكن غنقول لكم بسلامه عليكم وحتى الحلقه الجايه ان شاء الله.